عليكم السلام ورحمة الله. المنتجات هذه في الورقة ارتفع اسعارها 30%. ايش؟ ليش ارتفع اسعار ليش؟ والله مش عارف، رحنا للشركة الموردة قالوا ارتفع اسعارهم، فحنش لنا وماشي. لا خلاص برد لا عاد تشترون ولا شيء. روح شوف عملك الله يفتح عليك روح. خلاص بشر يا عم. ارتفع اسعار مجنونة بالزنبه بالسعر. يا صبي وين المحاسب؟ كنت تاخر الان ليش؟ عجلان. يلا قول لي يجي الان يحاسبنا شطر على المكتب. خلاص ما عليك توكل. عجلان. سوي عودة 100. كيف تشتري ولا اسعار غالية في السوق؟ ايوه صح والله اني فكره. عمنا وين انت يا منكوب وين انت؟ سريع اطلع المكتب الان. يلا الان بجي لك. اطلع يلا سريع. والله اني فكره. عمنا ماشي. كم معانا من الاصناف والمنتجات هؤلاء؟ معانا منهن كثير من هذا المنتجات. حلو. بس يا عمنا لهن كثير من تهيات. لا حد يسمعك يا مفضوح. ايش فيك يا عمنا اخي؟ لا منتهيات ولا شيء. عن بيع حنله هانا زلط وفلوس يكسب وبسعر جديد حالي. بس كيف يا عمنا وين منتهيات؟ وين اقول لك خصاه ورجع ينفس قرب له انا حاكيك. يلا الله يفتح عليك. توكل بعد عملك. حيا بالحامل والمحمول حيا. الله يحييك، انا دايما انت مرية من الصباح صح؟ قدرتش بتحكش صح؟ يعجبني الحين تفهمني. اكيد انا بين افهم مرتي انا داري. استلمت الراتب؟ استلمنا الراتب الاول راتبه. بس خليني اقل حاجه ابصره قبل ما تطيريها علينا، خلينا نبصره. لا تبصره ولا حاجة، قد جهزت لك مصاريف داخل ورق وكتبتهم كلهن، سري اشتريه لنا وبعدها سه. طيب خليني افتهن وارتاح واتغدى وبعدها اصير بدش المقاضي، قومي بعين الان غدا وبعدها سه. حاضر من عيني، ربع ساعة والغداء جاهز. يا عمنا كل شيء جاهز والبضاعة جاهزة. حلو رصوها وعرضوهم في المحل. بس يا عمنا لو يقع بالناس شيء ولا شيء. اساسا بين اقول لك اسكت مش حالي اقرح حسابها في راسك. انقلب وجهك من قدامي. شاري تريحم ماتوا عمرهم لا بقي واحد عم شي زلط. السلام عليكم. عليكم السلام. شو حالك يا عمنا؟ حياك الله. يا اخي معنا مقاضي نشتيها لانه ابشر هات. بس نشتي تخفيض تفعلوا لنا. التخفيضات من عند عمنا في المكتب في المخازن. اللي جنبكم هذا؟ هيا. يلا سوي. وانا اشورد لك بضاعه ملانه المخزن ولا عليك. يلا مع السلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا عمنا بس معنا البضاعة نشتي ناخذها من عندكم من المحل وش تعالنا تخفيض فيها. على طول عيوني فعل لك اقوى تخفيض مالك ولا عليك. شر. تفضل. واجبنا خدمتكم يا عمنا. انا فوق راسي الله يفتح عليك. سندوتشات يا ماما. طيب واحد لك، واحد لو ما فيش معه صبوح جبت له واحد. تمام يا ماما؟ يلا حبيبي يابا خلاص الله يحفظك يابا. يابا اصبر الله. يا بطني يا ولدي. يابا قد احنا من المستشفى الله يحفظك اصبر شويه. ايش عقلت انا يا غالب عليك. سهل يا بس تحمل قد احنا في المستشفى. يلا يابا. الله دكتور جس يابا تحمل.
ايش المستشفى؟ يلا يلا انجي لكم يلا. يا ابو سليم، خير يا استاذ، ايش اللي حدث لابني؟ اهدأ، لا تخاف، ان شاء الله ابنك بيكون بخير ولا تقلق. ايش اللي حصل؟ اللي حصل ابنك وزميله ماهر دخلوا الفصل بعد الراحه والاستاذ بيشرح وفجاه حصل لهم مقص وتقيؤ شديد. ايوه وبعدين؟ بلغني الاستاذ وانا اسعفتهم وبلغتك على طول. كيف ذا الحين ابني؟ ان شاء الله بخير لا تقلق، الدكتور بيخرج ويطمنا. طيب بلغتم على الطالب الثاني؟ لا اصلا الولد ابوه متوفي، ما حبيناش نبلغ امه علشان لا تقلق. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص يا استاذ، علاج الطالب وتكاليفه علي انا. جزاك الله خير، المدرسه قد سبقتك وتكفلت بالعلاج كامل. طمني كيف ابني الان؟ الحمد لله، ابنك وزميله الحمد لله في احسن حال، بس اضطرينا ننصب لهم غسيل كلاب بسبب التسمم الغذائي اللي حصل معه. ابني ايش فيه؟ ايش حصل له؟ طمني ابنك بخير ان شاء الله. اشوفه اطمن عليه. طيب مشى الان، خلوه يرتاح بعد الغسيل اللي صلحنا له، وان شاء الله بتشوفوه. خلونا الان ندخل المكتب. طيب يلا. طيب اسالك، ابنك وصاحبه ايش اكلوا؟ لانهم الاثنين كلموني انهم اكلوا من نفس السطوح. والله انهم يا دكتور 2 سندوتشات من حق يومي وعصير. طيب العصير كنت جبتي لهم من قبل نفسه؟ ماشي، ابو سليم اشتراه قبل يومين وانا فتحتها اليوم وفعلت لهم منه. طيب يا ابو سليم، وين اشتريت العصير؟ من محل ابو مراد من المواد الغذائيه. طيب اشتريت حاجات ثانيه؟ ايوه اشتريت مقاضي زي كل شيء. طيب يا ابو سليم، المقاضي اللي اشتريتوها لا تستخدموهاش، واشتيك تجيب لي عينه منها، من كل شيء جيب لي عينه، حليب، جبن، عصير. طيب بس ليش يا دكتور؟ ايش فيه؟ طيب لا تخاف، ما بشي، في بس اشكاليه نشتي نشوفها في امتحان تحت الفحوصات، نشوف اذا في اشكاليه من هذه البضاعه ولا لا. طيب يا دكتور، الان نقدر نشوفهم؟ شوفوا الممرضه اللي تتابع حالتهم، اذا حالتهم مستقره وتقدروا تشوفوهم عادي شفتهم ان شاء الله. يلا مشغول يا دكتور. خير يا دكتور خالد، ليش جبتني لعندك؟ ما بالله يا دكتور غلاب، وصلتنا هذه 3 أيام أكثر من 40 حالة نفس المرض، تسمم شديد، والعجيب أن سبب التسمم المنتجات الغذائية، وتكرر اسمها عند معظم الحالات. مثل ايش هذه المنتجات؟ عصير وأجبان ومنتجات أخرى. تمام. بعد ما لاحظت أن هذا الشيء بسبب التسمم، طلبت من بعض الحالات تجيب لي عينة من الشيء اللي ياخذه. جميل جدا. والعجيب في الموضوع أن الحالات تسكن في الأحياء المجاورة القريبة من المركز. تمام. عندما سألتهم من فين اشتريتوا هذه المنتجات، كلهم جاوبوني بنفس السؤال، من عند التاجر أبو مراد. الذي فهمته منك انه ابو مراد بسبب كل شيء. وانا قد طلبت من اكثر الحالات يجيبوا لي عينات من اللي يستخدموها، واجيبها لكم وتفحصوها. خير ما فعلت، وانا اشكرك على اهتمامك ومتابعتك. ولو يا دكتور هذا واجبي، والمهم قوم معي اجيب لك المنتجات وتفحصوها. دكتور، فعلا طلع كلامك في محله، المنتجات منتهية الصلاحية ولها كثير من تهيئة، وابو مراد بدل التاريخ بتاريخ جديد وباع للناس. حسبي الله ونعم الوكيل. ايش بتصبحوا الان؟ بلغنا الجهات المختصة وهم عليهم الباقي. خير ان شاء الله يا دكتور، واتمنى ان انتم توقفوا البضاعة في اسرع وقت علشان ما تضرر اسر اخرى. ولا عليك، انا متابع الموضوع وبكره بيتم ضبطه. الف شكر يا دكتور. في امان الله يا دكتور. اسمع،
البضاعة اللي داخل المخزن خرجون كلن، جزعوها للناس، بيعوا من شقو ضراب، يكشي نكسب فلوس على الرز مالك انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليك. ابو مراد. حياك الله يا فندم. ايوه ابو مراد. تفضل معنا القس. مدي دقيق بر. تفضل معنا القس بدون هدره، تفضل معنا القس. نتغدى سوا يا فندم. تفضل معنا القس، لا تهدر لا زيت ولا دهن. الله عسكري. طلع معنا. يا فندم. طلع معنا القس. اتفضل. يا فندم. أبو مراد وأمثاله ممن يتلاعبون بالسلع والمنتجات ويغشون الناس أشياءهم، لابد أن تكون نهايتهم كما شاهدنا قبل قليل، ولم يكن شيء من هذا أن يحدث لولا تعاون المواطنين مع رجال الأمن. شكرا لكم على طيب المتابعة، كان معكم رياض زليل لقناة فزعة يماني، صنعاء.